لمن يريد أن يحتفل في 11 فبراير. أولا نشوف منجزات 11 فبراير. الواحد الحقين كان بكم؟ كان ب 150 عهد علي عبد الله صالح، ذا الحين بكم؟ ب 1000. أوكي. الكيس البر كان ب 4000 بعهد علي عبد الله صالح، ذا الحين الكيس البر بكم؟ ب 20000. الكيس الدقيق كان بعهد علي عبد الله صالح ب 6000، ذا الحين الكيس الدقيق بكم؟ الكيس الدقيق ب 25000، وفي مناطق الشرعية ممكن ب 40000 يوصل. الدبة البترول كانت في عهد علي عبد الله صالح ب 1200، ذا الحين بكم الدبة البترول؟ ب 20000. الدبة الديزل كانت بعهد علي عبد الله صالح بكم؟ ب 900، ذا الحين بكم؟ ب 19000 وما تلقاهاش. طيب الشعب، الجيش المدنيين والجيش، الموظفين المدنيين والجيش كانوا يستلموا الرواتب كل شهر، وفي رمضان كانوا يستلموا راتبين، كانوا يستلموا راتبين طبعا، وتعم الفرحة على وجه الشعب اليمني كلهم. كان يشتغل صاحب البسطة وصاحب الباص، كل الناس كانت تشتغل، كانت تتحرك الدنيا لأن الناس كانوا يستلموا رواتب. ذا الحين الناس محرومين من الرواتب 8 سنوات. هذا الثاني. أوكي يا شباب ولا أنا غلطان؟ طيب في عهد علي عبد الله صالح كانت تفتح مشاريع وخطوط ومدارس، وكنا في أمن واستقرار، وكان يجوا اليمن السياح، وكنا في أمن واستقرار وسلام وتنمية وعبر عن حريتك. ذا الحين لا أمن، لا استقرار، لا سلام، لا تنمية، لا تقدر تعبر عن حريتك، لا تقدر تقعد في بيتك. ايش جلبتونا؟ طيب اللي قاموا بثورة 2011 هم شباب مقررين طيبين، يعني هم قاموا علشان انهم يتحسنوا الى الافضل، ولكن الساسة الكبار اللي فوقهم داخلهم الخبث، هم الذي كان داخلهم الخبث على اليمن وعلى الجمهورية اليمنية. هم كانوا ينفذوا مشاريع خارجية. في الاول والاخير الشباب قدموا شهداء، وفي الاول والاخير ايش؟ وينهم هذولا اللي شجعوكم؟ الزنداني وصعتر وتوكل وين راحوا؟ خلوكم تموتوا جوع وقت الجد، وقت الصدق خلوكم تموتوا جوع. وين هربوا؟ هربوا تركيا، وتوكل هربت منطقة ثانية مدري اسمها بدولة بأوروبا، يعني مرتاحين، بيدرسوا عيالهم، بيأكلوا أحسن الأكل، السيارات، الفلوس، بيدرسوا عيالهم وبيسيروا عيالهم الملاهي ومرتاحين ومفتنين. وانتهى المواطن الذي كذبوا عليك ميت جوع. بس حبيت أوصلكم رسالة بس على لمن يريد أن يحتفل في ثورة 11 فبراير، وتحياتي لكم.